الحلقه. طيب كابتن شريف كنت عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول بس كباتن مصر قاعدين معانا وانت حاضر على عصره. مفيش مره احنا خدنا فيها بطوله افريقيا كان في وعود ان احنا هناخد بطوله افريقيا من 86 ل 98 ل 2006 2008 2010 وخاصه 2008 و2010 كان شكل الحقيقه رائع ولاعيبه شغاله معسكرات. يعني مفيش كلام زي ما بيحصل دلوقتي، مفيش اي حاجه تدل على الخروج عن النص، عن اي حاجه انك تتشاور مع، ما كانش السوشيال ميديا كمان بالشكل ده. يعني مفيش حاجه غير انك انت كنت مركز. حتى كابتن جوهري في 98 ما كانش واعد بحاجه وهو رايح، انا ما بوعدكوش باي حاجه، وطلع احمد حسن وطلعت الناس كلها وعبد الستار صبري وحازم امام والدنيا كلها كسرت الدنيا واثبتت ان مصر تملك قوه كبيره جدا ان هي تحافظ على اسمها داخل القاره. اللي بيحصل دلوقتي ده زي ما انت قلت قاعدين نتكلم على المدير. لا احنا مستعجلين على حسام. لا كفايه كده قعد كتير. لا احنا عايزين من حسام حاجه واحده بس عشان انا الكلام هيبقى النهارده كتير. انا عايز منه حاجه واحده بس، ازاي يترجم لللاين فيرود بتاعه انهم يجيبوا جول او يكسبوا. ازاي يحرك مصطفى محمد اللي هو بيتكلم عنه ويدخل محمد صلاح مكانه. هي سهله قوي ان انا اسقط لعيبه يا محمد. ذا موست فاستر بلاير اللي هو عندي محمد صلاح اللي كوبر كان بيشتغل بيها. كان الراجل ينزل لتحت ويروح ملعوب له الكره لغايه قدام. طيب هتشوف. نسمع الشناوي بس. يلا اتفضل يا غريب. احمد سليمان هتخلصوا في حامد حمدان ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ ولا خدت قلبت من المنتخب على الزمالك خلاص بقى كفايه يعني هتخلصوا حامد حمدان ولا مش هتخلصوه؟ هتخلصوا القيد ولا مش هتخلصوه؟ هتخلصوا احمد عيد ولا مش هتخلصوه؟ ولا انتوا مالكوش علاقه بالكلام ده؟ بقول لك ايه، هو نفس القصه اللي بتاعت كابتن حسام لسه قد ايه على بطوله افريقيا. القيد لسه في يناير برضه نفس المواضيع، راحه جايه حمدي حمدان ومحمد عيد حامد حمدان يعني بتكلم عموما يعني. كل ده التجربه اللي مع مجلس الاداره ان القيد بيتفك برضه موضوع القيد على مدار كل فترات القيد من يوم ما جه مجلس الاداره ما فيش مره ما جبناش عشان القيد موقوف بنفكه. ساعات بقى قبلها باسبوع، ساعات قبلها بس دي سمعه، حظ انا وحش كان دايما قبلها باسبوع. سمعه مش كويسه بقى. ما دي تراكمات يعني بقى. لازم لا مش تراكمات. ما دي بتاعتكم تراكمات ايه؟ ما هو احنا قلنا تراكمات دي لما جيتوا ما اتكلمناش حق ربنا. كانت تراكمات، لكن دلوقتي انت معلق واحد على $50,000 وواحد على $150,000. يعني حتى القيد واقف على حاجات يعني. لكن بلغه التجاره ممكن يكون اللي داخل لك اقل بكتير من اللي بالصرف اللي عليك. هي دي المشكله الصعبه او المعادله الصعبه. يبقى مطلوب منك 10 وداخل لك 5. هي دي المعاناه. فكان مطلوب منك 10 بدات توصل ل6 و7 و8، ما قدرتش توصل 10 تجيب المبالغ دي لان الضغط كتير. ده مع الوقت هيروح. يعني دلوقتي الحمد لله مبالغ قليله شويه. احنا حوالي على ما اظن $3 مليون دفعناه، مبلغ كبير. ده كفايه ابو طيب بس يعني ده لوحديه يعني. فدلوقتي وقت هتفتحوا القيد خلاص. احنا ده خبرتي مع المجلس. هتجيبوا حامد حمدان خلاص برضه لسه في ميعاده في يناير. مش فيه مدير رياضي وفيه مدير فني هو اللي بيختار. ما بتتكلموش مع بعض؟ مخاصمين بعض انتوا؟ لا مش متخاصمين. وفي هو المجلس ده بيتكلم بعض؟ ما بيتكلمش بعض. طب انت بتكلم حد في المجلس؟ كنا لسه اجتماع من يومين. طب حلو. وحضرته؟ حضرته. وكل اجتماعات المجلس ما بجيبش عنها غير معايا. والناس كلها موجوده؟ كله موجود حسب كل واحد وظروفه. وانا في قابلين اجتماع محضرين قبل كده ما حضرتوش. ظروف كل واحد حسب ظروفه. ما كانش في كونفرنس. يعني انكار ذات شويه. يعني حتى لو في حاجات مش تمام، يعني مش فاهم انت، يبقى في انكار ذات عشان مرحله. في مراحل بتتطلب ان انت تتغاضى عن حاجات كتير من اجل المصلحه العامه وهي مصلحه نادي الزمالك. بص ضغط ايه بقى اللي انت كده تظلمني؟ لا مش انت. احمد سليمان انا بتكلم عن نفسي يعني. احمد سليمان على مدار 10 سنين تحمل ما لا يتحمله بشر بصرف النظر، وهيفضل يتحمل لغايه نادي الزمالك. انا بقى انت بتتكلم انكار الذات يعني. اكتر واحد مش هحبش اتكلم عن نفسي، بس اكتر واحد اتعامل معاه حاجات كتير جدا ووقفت وقفات كتيره جدا وتحملته ما لا اتحملش. خسرت ماليا وفنيا واداريا وحاجات كتير جدا. سبت عمل الداخليه بتاع الشرطه سبته عشان حبا في نادي الزمالك. يمكن انا طبعا عشرت فتره كابتن اكرامي في النادي الاهلي. نادي الزمالك هو اللي احتوى احمد سليمان، تمام؟ هو اللي عمل صنع اسم احمد سليمان، هو اللي عمل تاريخ احمد سليمان. عشان كده انا بدين بالولاء لنادي الزمالك فوق كامل الحدود. مستعد اخسر حاجات كتير جدا بحيث ان انا اكون في ظهر نادي الزمالك. بس بتكلم عن نفسي بس خالص. يعني انا عايز اسال سؤال واحد. هو لو في 500 مليون جنيه لنادي الزمالك في الخزنه بتاعته دلوقتي، مشاكل نادي الزمالك اتحلت في الملعب؟ لا هقول لك مشاكل ماليه. هنلعب بنفس اللعيبه دي؟ مش عارف. بص اقول لك حاجه واحده. اكبر الناديين في مصر انا هتكلم في بص في مشكله رئيسيه فنيه في مصر. الحكايه مش فلوس. مهما الموضوع مش فلوس خالص يعني. الزمالك والاهلي انا هتكلم عن مثلا الفتره الحاليين. ندمت ان انت ما رشحتش نفسك كرئيس نادي الزمالك؟ انا بقول لك اي حاجه نادي الزمالك ما ندمش عليها.
اي حاجه عملتها نادي الزمالك. انا بقول لك ندمت. دي حاجه جوايا دي بتاعتي انا في الزمالك، انا بكلمك في الزمالك. لا، ما انا بقول لك حاجه جوايا، لكن كنادي الزمالك كنادي الزمالك ما بندمش على اي حاجه عملتها نادي الزمالك، ومستعد اعمل اكتر واكتر. ندمت. خلينا بس في الجزء الفني بس، لسه موضوع، خلينا في موضوع طب انت بتهرب ليه؟ اصل دلوقتي الموضوع ده انتهى من سنتين. طيب ايه اللي فتح دلوقتي؟ هترشح نفسك لرئاسه لسه برضه في انتخابات باخد القرار. انا قعدت 8 سنين، قعدت 8 سنين احارب واقاتل عشان ابقى رئيس نادي الزمالك، وكنت اقرب ليها على بعد خطوه. حلو. تنازلت عن هذا الملف حبا في نادي الزمالك، عن هذا الموقف حبا في نادي الزمالك. هل تم تقديرك بدليل انا ايه ده؟ تم تقديرك؟ يا بيه تقديري او غير تقديري، مستعدين نعمل حاجات كتير لنادي الزمالك. ممكن اكون انا ظلمت، ممكن اكون انا استفدت، بس حبا في نادي الزمالك ما بدورش ايه اللي انا اخده من ورا نادي الزمالك. انا قلت اهو 2 كبار عملوا في النادي الاهلي وتاريخ في النادي الاهلي ولعبوا. انا من قعدت سنتين في نادي الزمالك، صنع اكبر الحمد لله. ما فيش بطوله كبيره في مصر ما كنتش مشارك فيها. ماشي. تاريخ بقى، جيت لي كلام الحلو رايح. لا اهو يلا يعني 3 بطولات افريقيا كنت مشارك فيهم. ايوه. 3 العالم في الارجنتين كنت مشارك فيها. ما شاء الله. 2 دوري ورا بعض مع ماكايو فريق كنت مشارك فيهم. هو هياخد بطوله افريقيا هو راح يتقدم. ثانيه واحده احمد سليمان هياخد ايه قد ما خد وقد ما عمل الراجل موجود دلوقتي لاسمه، لمكانته، للخبره الكبيره اللي هو عايش فيها. زي ما انا احترمت حاجه كويسه قوي بيقولها لي، ان حصل عليه هجوم وحصل عليه اتهامات وحصل عليه حاجات، وكل الدنيا سابت كل المشاكل وبنحطها في شخص واحد مثلا او في صوره واحده يعني. الصوره دي عايزه 3-4 سنين. طيب زي كده ما تروح عند منجد يظبط لك المرتبه. ماشي. حاجه في جزء فني بس هنتكلم فيه. الناديين موضوع الفلوس والامكانيات. الناديين الكبار اللي صرفوا ملايين، واحنا صرفنا الفتره الاخيره ملايين، ومثلا زي النادي الاهلي صرف ملايين، عنده عجز كبير جدا، عندهم عجز كبير جدا في المراكز. مين يحاسبكم بقى؟ انا بتكلم علينا، انا بقول لك عموما في الكره المصريه. انت ليه جايبها زمان؟ انت واحد من الاثنين. ما انا بقول لك بقى، يعني بقول لك اهو. وفي انديه ثانيه، الوحيد اللي حافظ على هذا الملف دلوقتي بيراميدز، ثبت فريقه. تمام. انا مستعد اقول لك في السبعينات تشكيل النادي الاهلي، تمام، وتشكيل نادي الزمالك، وفي التسعينات. طيب قول. كابتن اكرامي، انا عندي خريطه لصفقات النادي الاهلي المحتمله او اللي عايز يضمهم كمصريين، وخريطه لصفقات نادي الزمالك اللي عايز يضمهم كلاعيبه محليين. معلش انت عايز تعلق على حاجه؟ بعد اذنك. اتفضل. لان طبعا في لغط كتير حصل في الفتره اللي فاتت بالنسبه لحسام حسن، ويمكن احمد دلوقتي قال جزئيه مهمه جدا بخصوص حسن شحاته والله يرحمه الكابتن جوهري، ان هم اتعرضوا لضغوط جامده جدا وهم ماسكين والكلام ده، لكن ما كانوش بيتكلموا يعني. فانا بالنسبه لحسام انا كنت معاك هنا، واول واحد او من الناس الاوائل اللي طالبوا ان حسام حسن يمسك يبقى مدير فني منتخب مصر. خلاص. لكن انا بعتب على حسام في حاجه، ان المفروض يا حسام الانسان وهو متعصب او وهو متنرفز ما هيغلط فما يصرحش. في اقتراح من اخ كبير ليك، لو انت شايف ان في حاجات كتيره انت بتتعرض لها وضغوط والكلام ده، يتعمل بيان منمق يتراجع اكتر من مره، وبعدين يتوزع على الناس تشرح فيه وجهه نظرك بالنسبه للكلام اللي انت كنت عايز تقوله. لكن في امور ما ينفعش ان انا اخوض فيها دلوقتي بالنسبه لمنتخب مصر او الجهاز الفني لمنتخب مصر، واحنا داخلين على معترك افريقي ومعترك عالمي بالنسبه لكاس العالم. حسام حسن نجح في ان هو في بطوله افريقيا، نجح في كاس العالم، فشل هنا فشل هنا، ما في مدربين كتير خسروا ومحدش اتكلم عليهم. فانا شايف ان لا، لازم نساند حسام حسن ونساند الجهاز بتاعه الى ان نشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه يحصل فيها ايه. شوف بقى الخريطه بتاعتك فين هي اللي انت عايزها. يعني حسام حسن ما قاعدين له على الواحده يا اكرامي؟ لا هو بص، بس هو حسام حسن قاعدين له على الواحده ليه؟ عشان التصريح اللي قاله الاخير، فعشان كده الناس قاعده له على الواحده. لا قبل كده، واصل ما انا قبل كده هكمل بس يعني. قبل كده انت مش هتكمل، انت أيوه. افريقيا اخرك مش عارف. ما انا هكمل مش هتروح معانا كاس العالم. قبل كده كان في ناس. لا انا عايز اوصلك ليه هو الغليان اللي فيه ده، لو انا بحط نفسي مكانه يعني. انا عارف يا شيخ، ماليش دعوه بالمستوى الفني، انا لسه بقول لك ايه، ازاي يكسب الفرقه وازاي يعلم الاولاد ومش عارف ايه، انما انا بتكلم في حته اللي هي الغليان اللي بيبقى جوايا في بدايه ليه اسباب يعني. في بدايه حسام حسن ما تولى تدريب مدير فني لمنتخب مصر حصل عليه هجوم برضه. خلاص. في ناس غاويه الهجوم ليه ما تفهمش. طب انت في البدايه لما الراجل دوت اتقال ان هو هيمسك منتخب مصر، بتهاجمه ليه وانت لسه ما شفتش منه حاجه؟ وبعدين لما جه وصل للامم افريقيا، نهائي افريقيا وكاس العالم، بدات برضو الناس تهاجمه. انت بتلاعب مين؟ ده انت بتلاعب فرق مش عارف ايه، ده انت بتلاعب ايه؟ يا عم طب الراجل وصل هيلاعب فرق كويسه في افريقيا، اديله فرصته بقى.
وشوف وبعد كده حاسب. الناس في خيالها مستوى تاني خالص للعب قدام المستويات اللي انت هتروح في كاس العالم تلعبها في افريقيا، فبيدوروا وبيفتشوا على كل الماتشات دي ان يشوفوا بريق بس واحد يقول لك ايه انا هروح احط رجل على رجل على الاقل مش هتغلب. هم بس الناس بيتكلموا في مفيش حد بيقدر يعمل حاجه زي كده. هم بيتكلموا في الحته دي. قول لي مين انشيلوتي يقدر يقول الكلام اللي انت بتقوله دوت انه يروح وحط رجل على رجل انا مش هتغلب؟ لا دي كوره. مش قصدي الراجل مطلوب منه ما لا طاقه له به. خدت بالك في ظل ظروف هو حسام حسن اعمار سنيه وحاجات كتير جدا يعني. حسام حسن عنده اعمار سنيه فوق وعايز يعمل حاجات من تحت. حسام حسن ده مشروع يجي بقى في المنتخبات الصغيره اللي انتوا قلتوا عليها، بدل ما اجيب واحد اجنبي انا اجيب حسام حسن ده واقعده مع ال 17 سنه دول ويطلع لي فرقه لغايه 21 سنه 22 سنه. هو ده الشكل اللي انت كنت بتتكلم